يا مساء الفل على كل حبايبنا. قبل ما نبدأ الفيلم ما تنساش تصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. بيبدأ فيلمنا في مكتب التحقيقات الفيدرالي اللي في سان فرانسيسكو مع 2 من رجال الشرطة اسمهم فرانك ونيت، وهم بيقتحموا المكان وبيفتشوا في سجل المعلومات بتاع المجرمين على أمل إنهم يلاقوا شخص حالته مطابقة مع حالة مات ابن فرانك، لأنه عنده مرض خطير في الدم ومحتاج اللي يتبرع له بالنخاع الشوكي. وفعلا بعد بحث طويل بيلاقوا مجرم اسمه بيتر وحالته مطابقة لحالة مات، وبنعرف انه مجرم خطير جدا ومتهم في جرائم انهاء حياة عن عمد واعتداءات كتيرة. فبينسخ نت كل المعلومات دي عشان يدرسوها. في الوقت ده بيجي الحارس علشان يطمن ان كل حاجة تمام، لكنه بيكتشف ان في حركة غريبة بتحصل في المكان. ولما بيركز شوية بيلاحظ ان الكمبيوتر مفتوح وبيشوف نت وهو مستخبي ورا الدولاب، فبيطلع مسدسه عشان يضرب عليه، لكن بيظهر فرانك من وراه وبيوجه السلاح بتاعه ناحيته وبيأمره ما يتحركش من مكانه. وساعتها بيعرفوا النت انه خلاص نقل كل المعلومات اللي هم عايزينها، فبيكتفوا الحارس وبيخرجوا من المكان. وبعدها بيقعد فرانك مع جيرمايا رئيس الشرطة بتاعه وبيقرا الملف بتاع بيتر، وبيعرف انه ذكي جدا ونسبة ذكائه عدت 150 درجة، وانه اول لما دخل السجن وهو بيعمل مشاكل مع الحراس والمساجين، وانه اتحط في الحبس الانفرادي بسبب انه خلص على 2 من الحراس واعتدى على زمايله. وبيكتشف كمان انه حاول يهرب مرتين من السجن، وفي المرة التانية اخد 2 من الحراس كراهنة معاه ودفنهم احياء وخد اللبس بتاعهم والكارنيات. وبسبب كل اللي عمله ده اتحكم عليه بالسجن مدى الحياة. لكن فرانك مش بيكون عنده حل تاني غير انه يتكلم مع بيتر ويعرض عليه العملية، والا ابنه هيتوفى. وفعلا بيروح السجن عشان يقابله، وبيكون الحراس مكلبشين ايد بيتر ومكتفينه على الكرسي بسبب خطورته. وبيتكلم معاه فرانك وبيعرفه ان ابنه عنده سرطان في الدم ومحتاج عملية زرع نخاع شوكي، وان هو الوحيد اللي يقدر يتبرع له لان حالة جسمه مطابقة لحالة مات. فبيسأله بيتر هو هيستفاد ايه يعني لما يعمل كده، فبيفهمه فرانك انه هينقذ حياة طفل ويبقى عمل حاجة كويسة في حياته. لكن بيتر بيرفض العملية وبيقول له انا بحب الجريمة، وانا فضلت طول حياتي اخلص على الناس لغاية لما دخلت السجن، وانا قدامي فرصة ان انا انهي حياة حد تاني وانا جوه السجن عن طريق اللي انا ما اتبرعش لابنك واسيبه يتوفى. فرانك بيطلب منه انه يفكر وبيسيبه وبيمشي. وفي نفس اليوم بيروح على المستشفى اللي فيها ابنه وبيقابل الدكتورة سامانسا وبتعرفه ان حالة مات بقت اسوأ، وانه مش فاضل قدامه غير اسابيع قليلة وحياته تنتهي، وانه لازم يلاقي متبرع باسرع وقت لا اما يحضر نفسه لخبر حزين. فبيروح فرانك بسرعة لأوضة ابنه عشان يطمن عليه، وبيحاول انه ما يبينش حاجة قدامه. لكن مات برغم انه صغير في السن لكنه طفل ذكي وفاهم حالته الصحية كويس جدا وخطورة المرض اللي عنده. وبيقول لأبوه أنا عارف إن المرض رجالي تاني، فبيحضنه فرانك وبيهون عليه وبيعرفه إنه لقى متبرع بالنخاع الشوكي. في الوقت ده بتدخل عليهم دكتورة سامانسا إن في اتصال جايله من السجن، ولما بيرد بيكتشف إنه بيتر وبيتكلم معاه وبيطلب منه إن يقابله هو مات. بيتردد فرانك في البداية من طلبه لكن مش بيبقى عنده حل تاني، وفعلا بعدها بيروح له السجن وبيقعد بيتر يتكلم مع مات وتعاطف معاه وبيعرفه انه موافق يعمل العملية. وبيتكلم مع فرانك وبيفهمه انه عنده شروط عشان يعمل العملية. اول شرط هو ان يخلي المأمور يسمح له بالتدخين في السجن مرة تانية. تاني شرط انه يسيبه يدخل المكتبة وقت ما يحب. فبيسأله فرانك انت ليه ما طلبتش الحاجات دي من الاول؟ فبيعرفه بيتر انه لما شاف مات اتعاطف معاه، وبرغم ان فرانك مش مقتنع بأي كلمة هو بيقولها وكمان مش مقتنع ان شخص مجرم زيه ممكن يتعاطف مع حد اصلا، لكنه بيوافق على شروطه وبيفهمه انه هيتكلم مع المأمور ويحاول يقنعه. وبيرجع فرانك للمكتب بتاعه وبيتكلم مع صاحبه نت على الطريقة اللي ممكن بيتر يهرب بيها من المستشفى. وفي الوقت ده بتوصل نائبة الحاكم ومعاها جيرمايا رئيس الشرطة وبيبلغوا فرانك انه اتكلموا مع المأمور واقنعوه انه يوافق على طلبات بيتر. وبعدها بيروح فرانك ويزور مات في المستشفى وبيتكلم مات معاه وبيعرفه انه خايف من الصفات السيئة اللي عند بيتر تتنقل له بعد العملية، لكن فرانك بيفهمه ان صفات الناس ما بتتنقلش بالطريقة دي. وبيرجع بيتر يدخن في السجن تاني براحته وبيكسر صباعه من غير سبب، وبيروح لواحد من المنسجين بيعرف انه يدخل حاجات ممنوعة للسجن وبيطلب منه انه يجيب له مادة الناركان اللي بتبطل مفعول الأدوية المخدرة. وبعدها بيروح بيتر يقعد على الكمبيوتر اللي في مكتبة السجن وبيدور على المستشفى اللي هيعمل فيها العملية، وبيجيب التصميم بتاعها وبيعرف المداخل والمخارج وأنظمة التهوية. وتاني يوم المسجون بيجيب له المادة اللي طلبها وبياخدها بيتر وبيربطها بخيط رفيع وبيبلعها وبيثبت طرف الخيط بقوة علشان لما يحتاجها في أي وقت يشدها من بطنه. وبيخلع قطعة رصاص من الولاعة وبيحطها في ضفر لأنه هيستخدمها في الخطة بتاعته. وفي الوقت ده بتوصل قوات الشرطة علشان ينقلوا بيتر للمستشفى تحت حراسة مشددة،
وفعلا بيتم نقله وبيودوه على أوضة العمليات، وهناك بتأمره الدكتورة سامانثا إنه يفكوا كلبشات من إيد بيتر علشان تعرف تعمل العملية. وفعلا بيفكوا الكلبشات وبيربطوا إيده بمقبض جنب السرير. وقتها فرانك كان بيراقب الوضع من بعيد، وفي الوقت ده بيتر بيحرك صباعه المكسور علشان يسهل على نفسه إنه يخرج إيده من مقبض السرير. وقبل ما يحقنوه بالمادة المخدرة بيطلع بيتر مادة النركان من بطنه وبياخدها علشان ما يتأثرش بالمخدر. وبيعدي وقت وبيبقوا مستغربين انه لسه ما اتخدرش رغم كمية المخدر الكبيرة اللي اخدها، علشان الدكاترة يستخلصوا النخاع الشوكي من بيتر. وطول الوقت ده الدكاترة بيبقوا مستنيين بيتر ينام ومش فاهمين ليه هو لحد دلوقتي ما تأثرش بالمخدر. وبيقدر بيتر انه يخرج ايده بسهولة من مقبض السرير، وبيهجم على الدكاترة وبيستخدم انبوبة غاز وبيولع فيها عن طريق قطعة الرصاص اللي في ضفره. وبيبدأ يهاجم الدكاترة بالنار وبيولع فيهم وبيضربوا شرطة برصاصة وبيسيبه في رجله، فبيوجه بيتر النار ناحيته وبيحرقه هو كمان. في الوقت ده بيجري فرانك عشان ينقذه وبيحاول يلحقه، لكن بيتر بينزل من فتحة الغسيل وبيهرب. وبيوجه جيرمايا أوامره لقوات الشرطة عشان يقبضوا عليه. ولما بينزل فرانك غرفة الغسيل مش بيلاقي بيتر، وبيكتشف انه طلع من فتحة غسيل تانية. وساعتها نيت بيتصل بفرانك وبيبلغه ان مات بينزف من مناخيره وان حالته سيئة جدا. فبيطلب منه فرانك انه يتصل بدكتورة سامانثا علشان تيجي تشوفه. وقتها بيلاحظ فرانك ان في اثار دم على الارض من الاصابة اللي موجودة في رجل بيتر، وبيفضل يمشي وراه. وبيقدر بيتر انه يوصل لواحد من الدكاترة وبيوجه المشرط اللي رقبته وبيأمره انه يفك الكلبشات اللي في رجله. وبعدها بيروح لغرفة الطوارئ وبيحاول يطلع الرصاصة من رجله ويخيط الجرح. في اللحظة دي بتشوفه ممرضة بالصدفة، ولما بتحاول تبلغ الدكتورة سامانثا بيهجم بيتر على الدكتورة من ظهرها وبيوجه المشرط لرقبتها وبيأمر الممرضة انها تديله حقنة مورفين علشان يسكن الألم. وساعتها بيوصل فرانك وبيوجه السلاح ناحية بيتر وبيطلب منه انه يسيب الدكتورة يا اما هيضربه بالنار ويخلص عليه. لكن بيتر بيعرفه انه في كل الاحوال هو اللي خسران لانه هيخلص على الدكتورة، وفي نفس الوقت لو فرانك ضربه بالنار حياته هتنتهي ومش هيعرف يعمل عملية لابنه. فبيسيب فرانك المسدس على الارض وبيحاول يهدي بيتر. وفجأة بيظهر شرطي اسمه ويلسون من ورا بيتر وبيوجه السلاح ناحيته وبيأمره يسيب الدكتورة. فبيطلب فرانك من ويلسون انه ما يأذيش بيتر لانه لو حياته انتهت ابنه كمان حياته هتنتهي. وفي الوقت ده بيتدخل دكتور من الموجودين وبيحاول ينقذ الدكتورة، فبيبعد السلاح بتاع فرانك ناحية بيتر علشان يخليه يسيب الدكتورة. لكن بيتر بياخد السلاح فورا وبيوجهه لراس الدكتورة. وبيروح فرانك يقف قدام ويلسون ويمنعه انه يخلص على بيتر وبيحاول يفهمه انه لازم يفضل عايش علشان خاطر ابنه. فبيهدى ويلسون وبينزل المسدس بتاعه. ساعتها بيضربوا بيتر بالنار وبيهرب، وبيحاولوا الدكاترة ينقذوا حياة ويلسون. وبيجي جيرمايا وبيسأل ويلسون على اللي حصل، فبيعرفوا انهم كانوا محاصرين بيتر وكانوا هيقبضوا عليه، لكن فرانك سابه يهرب. فبيتعصب جيرمايا جدا على فرانك وبيفهمه ان بسببه في ناس كتير حياتها انتهت عشان عملية ابنه. وبيأمر الضباط انهم يقبضوا على فرانك وبياخدوا لمركز الشرطة لحد ما يمسكوا بيتر. ولما بيخرجوا من المستشفى بيكتشفوا ان في صحفيين واعلاميين كتير بينقلوا اخبار عملية نقل النخاع. فبيستغل فرانك التجمع وبيهرب من الضباط وبيتصل بابنه عشان يطمن عليه. فبيرد عليه نت وبيعرفه ان ابنه لسه بينزف من مناخيره وحالته سيئة جدا. ساعتها بيظهر بيتر من ورا نت وبيهجم عليه وبيضربه، وبياخد دكتورة سامانثا معاه وبيطلب منها توديه لأوضة أنابيب الغاز. ولما فرانك بيسمع اللي حصل بيرجع للمستشفى تاني بأقصى سرعة وبيروح يطمن على ابنه وصاحبه نت. وأول لما بيوصل بيعرفوا النت إن بيتر خد الدكتورة سامانثا وراحوا لأوضة أنابيب الغاز. فبيتحرك فرانك بسرعة وراهم. في الوقت ده بيوصل بيتر لأوضة الغاز وبيأمر سامانثا إنها تفتح له الباب بالكارنيه بتاعها. ولما بيدخلوا بتضربه سامانثا بأنبوبة الغاز على راسه وبتاخد منه المسدس وبتهرب. وساعتها بتلاقي فرانك قدامها فبتسلمه المسدس وبتقوله ان بيتر موجود في اوضه الطاقه اللي بتمد المستشفى كلها بالكهرباء وبيطلق الغاز في كل مكان. وبيوصل فرانك المكان وبيوجه السلاح ناحيته علشان يسلم نفسه، لكن بيتر بيبقى عارف انه مش هيقدر يخلص عليه. وفجأة بيتر بيرمي عقب سجارة في الغرفة بتاعة الطاقة وبتنفجر كلها، وهو بيستغل الانفجار ده وبيهرب بسرعة من المكان وبتتقطع الكهرباء عن المستشفى كلها. وقتها فرانك بيكون مستخبي من قوات الشرطة وبيشوف بيتر وهو رايح على مبنى المستشفى القديم اللي موجود فيه ابنه. ساعتها قوات الشرطة اللي في الشارع بيشوفوا بيتر وبيضربوا عليه نار، فبيضرب فرانك نار على الكشافات بتاعة الشرطة علشان يحمي بيتر. وبعدها بياخد الدكتورة وبيعدي من فوق الجسر اللي بيودي على المبنى التاني. الموضوع بيبقى صعب جدا. ساعتها بيعرف فرانك ان سامانثا عندها فوبيا من الاماكن العالية وخايفة تعدي من فوق الجسر. وفي الوقت ده بيتر بيوصل لغرفة التحكم ومعاه المأمور وبيهددوا بحقنة فيها مادة قاتلة
وبيجبره انه يديله الرقم السري بتاع الكمبيوتر علشان يقدر يتحكم في كل حاجة من مكانه. وفعلا بيتر بيقدر انه يقفل الابواب كلها، وبيبدأ يتكلم في الميكروفون مع الحراس وبيعرفهم ان المرة دي هو اللي بيتحكم فيهم، وبيأمرهم يخلوا المكان كله، وبيهددهم ان اي حد هيعصى امره هيخلص عليه فورا. وبيتصل بيتر برئيس الشرطة وبيطلب منه انه يجيب له طيارة هليكوبتر ويسيبها له على سطح المبنى. ساعتها بينجح فرانك انه يعدي مع سامانثا من فوق الجسر، لكن بيلاقي الباب مقفول. فبيتكلم مع بيتر وبيترجاه عشان يفتح الباب، لان ابنه حياته هتنتهي ولازم يديله الحقنة. ومقابل ده هيقوله على خريطة المبنى القديم وعلى الأماكن السرية اللي ممكن يهرب منها. فبيوافق بيتر على كلامه وبيفتح له الباب. وقتها بيقدر ضابط من القوات الخاصة إنه يقتحم المبنى، وبيحاول يوصل لبيتر من خلال فتحات التهوية، لكن بيتر بيقدر يكشفه وبيضرب عليه نار. ولما بيدخل فرانك وسامانثا للمبنى بيطلب منها تروح لمات وتديله الحقنة وهو هيحصلهم. وبيبدأ بيتر يحضر الجزء التاني من خطته، وهو إن يمنع قوات الشرطة إنهم يعدوا للمبنى القديم. فبيقف عند الشباك وبيوجه القناصة ناحية أنبوبة الغاز كان سايبها عند الجسر، وبيكون عايز يفجر الجسر بقوات الشرطة وهم بيعدوا منه. لكن فرانك بيقدر يكشف خطته وبيتصل بجيرمايا عشان يحذره، بس جيرمايا مش بيرضى يسمع كلامه بسبب انه ساعد بيتر قبل كده. فبيضطر فرانك انه يضرب النار على ازاز الجسر علشان القوات ترجع. وقتها بيتر بيضرب نار على الجسر وبيفجره، وبكده مفيش حد من الشرطة هيقدر يوصل للمبنى. وبعدها بيتر بياخد المأمور ومجموعة من الشرطة وبيسيبهم على السطح وبيقفل الباب، وبيروح يمشي ورا بيتر لحد لما بيوصل لغرفة مات، وبيأمره يسلمه السلاح ويخلي نت يفتح له الباب والا هيخلص عليه. فبيرفض فرانك وبيطلب من نت انه ما يفتحش الباب مهما حصل. ولما مات بيسمع ان بيتر هيخلص على ابوه بيروح يفتح الباب على طول. وبتحاول الدكتورة انها تدي بيتر حقنة مخدرة، لكن هو بيلاحظ كده وبيضرب نت بالنار في رجله. وبياخد مات رهينة ليه وبيقفل الباب على فرانك واللي معاه، وبينزل في الاسانسير وبيحط تلاجة على الباب علشان فرانك ما يعرفش يوصل ليه. وبيروح للمشرحة اللي فيها النفق السري اللي هيهرب منه، وهناك بيبعد الدولاب عن الحيطة وبيبدأ يكسر في الطوب علشان ينزل للنفق. وفي نفس الوقت ده فرانك بيضطر ينزل من على أحبال الأسانسير علشان يلحق بيتر قبل ما يهرب. وقتها بيتر بيعتذر لمات قبل ما ينزل للنفق وبيقوله انه مش هيتبرع له بالنخاع الشوكي، لكن مات بيعرفه انه خلاص استسلم للموت ومش عايز منه حاجة. فبيسيبه بيتر وبينزل في النفق، وبيوصل فرانك للمشرحة وبيطمن على ابنه وبيحاول يروح ورا بيتر علشان يمسكه، بس بيتر بيفتح انبوبة البخار عشان يعطل فرانك ويهرب. وفعلا بيطلع من خزان في وسط الشارع، وبعد شوية بيطلع فرانك وراه وبيشوف عربية شرطة في الشارع، وبيعرف ان بيتر اعتدى على واحد وسرق عربيته. فبياخد الرخصة بتاعة الراجل وبيركب عربية الشرطة، وبيبدأ يدور عن بيانات الراجل في سجلات الشرطة، وبيعرف رقم ومواصفات العربية وبيبلغ كل الدوريات بالمواصفات دي. وفعلا واحد منهم بيشوف العربية وبيبلغ فرانك بمكانها، وفورا بيروح فرانك ورا بيتر علشان يقبض عليه. وبيكتشف انه راح ناحية كوبري سان فرانسيسكو، فبيتصل بالمسؤول عن الكوبري وبيطلب منه انه يقفله، لكن المسؤول بيرفض. فبيكلمه مرة تانية بصفته رئيس شرطة وبيأمره يقفل الكوبري بعد دقيقتين. وفي الوقت ده فرانك بيقفل على بيتر بالعربية بتاعته، فبيروح بيتر من طريق تاني وبيبقى فاكر انه خلاص كده هرب من فرانك، لكن دي بتكون خطة من فرانك من البداية علشان يجبره يدخل في الطريق اللي يوصله للكوبري. وبيتفاجئ بيتر ان فرانك لسه بيطارده، فبيسوق بأقصى سرعة لحد لما بيطلع على الكوبري. وساعتها الكوبري بيتقفل على بيتر ومش بيعرف يعدي بالعربية بسبب الصدادات. فبينزل من العربية وبيكمل جري، لكن بيكتشف ان في جزء من الكوبري بيعلى وبقى متحاصر هو وفرانك. فبيبدأ يتفاوض مع فرانك من جديد، بس فرانك بيكون مصمم ان مفيش اي حل غير انه يعمل العملية ويتبرع لابنه بالنخاع الشوكي. فبيقول له بيتر ينسى الفكرة دي ويشيلها من دماغه لانه مش مهتم انه يساعد ابنه اصلا. فبيعرفوا ان فرانك ان كده كده هيقبض عليه علشان يرجعه السجن تاني حتى لو مش هيعمل العملية. وفي الوقت ده بتوصل قوات الشرطة وبيحاصروا المكان بالكامل، وبتوصل طيارة الهليكوبتر، وأول لما بيشوفها بيتر بيضرب عليها نار. فبيرد عليه واحد من الشرطة وبيضرب عليه نار، لكن فرانك بيقف قدامه وبياخد الضربة بداله. وساعتها بيحاول بيتر انه يهرب وينط من فوق الكوبري، فبيضربه فرانك بالنار في رجله وبيقع بيتر في النهر. ومن غير اي تفكير بينط فرانك وراه عشان ينقذه قبل ما يغرق، وبعدها بيشيله وبيطلعه من النهر وبيحطه في عربية الإسعاف. وساعتها رئيس الشرطة بيسيب فرانك يروح مع بيتر علشان ينقذ ابنه. كلم فرانك مع بيتر وبيفهمه انه هيعمل اي حاجة وهيفضل معاه لحد لما ينقذ حياة ابنه. واخيرا بيوافق بيتر انه يعمل العملية. وفي المستشفى بيستخلصوا النخاع الشوكي من بيتر بسرعة علشان يلحقوا مات قبل ما حالته تسوء اكتر. وبالرغم من كل اللي بيتر عمله، لكن فرانك بيشكره انه انقذ حياة ابنه، وبيتم نقل النخاع لمات وبتنجح العملية. والأول مرة فرانك بيبقى مبسوط ومرتاح وهو شايف ابنه كويس قصاده.
وبيقدر الدكاترة إنهم يطلعوا الرصاصة من رجل بيتر وبيحطوه في الرعاية المركزة بسبب حالته الخطيرة لأنه ممكن يموت في أي لحظة. وبيتكلم بيتر مع الدكتورة اللي بتتابع حالته وبيسألها لو كان مات كويس، فبتطمنه وبتعرفه إن العملية نجحت وإن الطفل حالته بتتحسن. وبينادي على الحراس وبيفهمهم إن عايزه يقول حاجة، ولما الحارس بيقرب منه بيعرفوا بيتر إنه هيمشي وهيسيب المستشفى حالا، فبيسخر الحارس منه بسبب حالته، لكن بيتفاجئ إن بيتر سرق منه المسدس بتاعه ووجهه ناحيته وبيسأله عن عربيته علشان ياخدها منه ويهرب. وانتهى فيلمنا، ويا رب يكون عجبكم. ولو عجبكم الفيلم متنساش تشاركنا برأيك في الكومنتات، ولو حابب تشترك وتفعل الجرس. سلام.